سلام البنات، واش راكم؟ جيسبر كو فوز علي بيان. نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده يا رب. واش رايكم يا البنات لو كان نقول لكم بلي هذه الكيكه مخدومه بحبه بيض فقط ومخدومه برك في المقلاة وتوجد لنا في 20 دقيقه. بزاف 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 هايله وبزاف بنينه. تسلككم في الحصله، تسلككم يجيك نضيف على غفله وما عندكش ما تمديلو، راح توجديها بمكونات جد بسيطه راح تخرج لك سوبر بيان. ولا طفله صغيره هكا تحب تتعلم وتوجد كيكه راح تنجح لها 100%. جربوا هذه الوصفه، ما راح تندموا. تبعوا معنا تفاصيل وطريقه التحضير. اول حاجه نبداو بها البنات انه نوجدوا المقله تاعنا، ندهنوها بالزبده ونرشوها بالفارينه. هذه كي نخافوا تكون المقله تاعنا تلصق ولا وكي تكون واثقه بالمقله تاعك ما تلصقش ما تستعمليها مباشره، بصح من الافضل ان مقلتي ما تلصقش هكاك وما درتش كونفيونس فيها. ماشي خدمت مع الاخر تلصق لي في المقله، دونك درت هكايا دهنتها مليح بالزبده هكذا. ومام لي كوطي طلع كيما تطلع لك الكيكه تاعك ثاني لازمك تديري الجناب هكذايا وترشيها شويه بالفرينه كيما نديرو عادي، كيما نديرو في الصينيه تاع الكوشه اللي تدخلنا للفوق عادي جدا. ندهنوها هكا مليح، نرشو شويه فرينه ونروحو نخدموا مع بعض. نبداو البنات بالكيل تاع الكاس. راح نستعملوا كاس تاع 250 مليلتر. انا هنايا راح نستعمل الميكسور. نتوما تقدروا البنات تستعملوا فقط الضرب اليدوي، ما تحتاجش ميكسور. انا برك لانه السكر تاعي هذا السكر تاع مكعبات استعملت الميكسور باش يجيني باش نقدر تمتم نكسر او تمتم يذوب لي السكر. بالنسبه للبيض انا هنايا البنات انا قلت لكم حبه بيض. انا هنايا البيض تاع فرنسا اللي على بالهم اللي ساكنين هنا في فرنسا على بالهم بلي البيض تاع فرنسا صغير بزاف. نتوما هنا تاع الجزائر يجي كبير، استعملوا حبه واحده فقط نفس الكيله، برك حطوا حبه واحده تاع البيض واللي تحب تحط زوج ما يهمش، بصح حبه واحده راح تكون كافيه لانه الكيله هنايا راح نستعملوا حبه واحده. اذا نحطوا كاس تاع 250 مليلتر تاع السكر وحبه تاع بيض تكون كبيره ولا زوج حبات اذا كانت صغيره. هنايا ميكسيت لوتو. هنايا علاه ميكسيتهم البنات انا قلت لكم باش السكر تاعي يذوب. اذا استعملتي السكر عادي بالفوي ولا بالباتور ولا باي حاجه تحبي تستعمليها. هنايا برك باش اختصرت المراحل. فوالا لهنايا راح نضيفوا البنات كاس غير ربع تاع الحليب البنات ونحركوا مليح. هنايا كل ما نحطوا حاجه لازم نحركوا ندخلوا مكونات في بعضهم كما راكم تشوفوا. ما تاخذش وقت طويل يعني كما تحطوا مكون حركوا هكذا حتى تخلصوا. فوالا بعد ما حطيت الحليب وخلطت راح نروح تاني بنفس الكيله نحط كاس غير ربع تاع الزيت. فوالا البنات راح نحطوا الزيت تاعنا بالتدريج ونحركوا وندخلوا جميع المكونات كما قلت لكم مع بعضهم هكا على شكل خيط. فوالا ومن بعد نروحوا للنواشف. هنا استعملنا جميع السوائل، دوك نروحوا للنواشف الفرينه تاعنا والكاكاو. راح نجيو هنايا البنات للفرينه، راح نغربلو الفرينه تاعنا باش تجينا الكيكه تاعنا خفيفه ما تجيش فيها كتل، خصوصا انه راح طيب في المقله. وزيد ما استعملناش البعطور هكذا نخلو، حطينا كاس الاول نخلناه وندخلوه بالعقل. ونزيدوا لهنايا البنات 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو. تقدري تحطي عينك ميزانك ابوبري هكذا حسب كميه الكيكه تاعك. اذا حبتها تكون هكا مارون ولا حبتها تكون شويه كلير، من الافضل تحطوا الكاكاو اللي يجي مارون ما يجيش اسود. هذاك انا ما يعجبنيش، يعطيك جو تاع مراره في الكيكه تاعك. فوالا حطينا حتى هي نخلوها كيف ملعقتين هكذايا. فوالا ونزيدو يا البنات كيس تاع خميره كيميائيه تاع 10 غرامات كيف هي تاني تتنخل. هادو النواشف كامل نخلوهم، تقدري توجديهم من قبل كلش مع بعضو وتحطي بالتدريج كيما تحبي. فوالا ونحركوا البنات كلشي مع بعضو هكذايا. وعادي لا تكستور تاع الكيكه تاعنا كيما موالفين كيما يجي مسكوتشو عادي جدا، ما تجيش خفيفه بزاف وما تجيش
طري سايله بزاف كما نقولوا، ما تجيش ثقيله وما تجيش خفيفه. وفي الاخير البنات راح نضيفوا مكون اساسي ورئيسي في هذه الوصفه، هو ملعقه كبيره تاع خل ولا ملعقه كبيره تاع عصير الليمون. اللي عندها الخل من الافضل تحط الخل، اللي ما عندهاش الخل تحط ملعقه نفس الشيء تاع عصير الليمون. راح يعطينا خفه لهذه الكيكه وما تجيناش ثقيله، تجينا اسفنجيه، تجينا بزاف هايله. فوالا نحرك هنايا كملت كل شيء. راح نجوز مباشره طريقه الطياب تاعها وكيفاش راح نطيبوها، كيفاش تكون النار. تبعوا مع بعضنا الطريقه. فوالا البنات، هنا نجيب المقله تاعي اللي كنت وجدتها من قبل ونحط الخليط تاعنا هكذا مباشره في المقله، ونروحوا لطريقه الطياب. شوفوا معايا البنات، اهم حاجه انكم ديروها نار قليله، خلاص نقصي النار على الاخر، قليله قليله قليله. كي نقول قليله قليله وسدي هذيك اللي تكون عندك، لازم يكون المقله عندها لغطه وتسدي لها الاخر تاعها. شوفوا البنات هنايا بدات تطيب لي، نقدر نفتح نطلع عليها نورمال. شوفوا هي بدات تطيب لي في الجناب. شوفوا هذيك اللي في الوسط، هذيك الدائره هنايا باينه، هي تبدا تنشف لك في الجناب ومن بعد تنشف لك في الوسط. انت كي تستيها تستي في الوسط، اذا نشفت لك في الوسط سي بون. هنايا كانت مازال زدت خطيت عليها وخليتها تزيد تكمل الطياب تاعها هنايا. فوالا شوفوا لهنايا كدير لنا هذيك الفقاعات من الفوق وكلش ناشف، تما راهي واجده. هنايا البنات راح نحيها من المقله تاعنا عادي جدا، ونبداو طريقه التزيين. هنا التزيين كل وحده حره في التزيين تاعها، واش تحبي تحطي لها تقدري حتى تقسميها على زوج وتحشيها بلا كريم باتيسيير ولا كريم شونتيي، ولا تزينيها ولا تشربيها، انت حره. انا درتها حاجه بسيطه تاع فيت في، درت شويه شوكولا هنايا ذوبتها في الميكرووند، حطيت لها ملعقه ولا زوج تاع ياغورت شوكولا باش ما تيبسناش. فوالا حطيت الشوكولا على الكيكه تاعي عادي هكذايا. دهنتها مليح بالشوكولا ورشيتها البنات بشويه نواه كوكو. على بالكم البنات نواه كوكو والشوكولا يعطيونا ذوق بزاف بزاف شباب. وزدت هكا درتهم من الجناب. تقدروا البنات ديروا كاوكاو، جوز، لوز، اي حاجه اللي تكون عندك. تقدري ما ديري والو، تقدر ديري دي بيبيت دو شوكولا كيما تحبي. فوالا هنايا ومن بعد زينتها بالجوز في الجناب. سي بون، كانت هذه هي الكيكه تاعنا بزاف سهله بزاف بسيطه. راح نشوفوا النتيجه النهائيه. هكا درت لها كما قلت لكم شويه هكا ديكور شويه خفيف هكا تاع مكسرات في الجناب. وفوالا راح نوريكم كيفاش جات. راح نقصها لكم مع بعض. تجينا قطن قطع بزاف بزاف شابه وبزاف بنينه البنات، يعني ما شاء الله تجيكم خفيفه وتوجد تمتم وتوكل ما شاء الله 8 مغصوات كبار، توكل عائله. فوالا البنات شوفوا كيفاش جاتنا ما شاء الله، جاتنا خفيفه هشيشه بنينه مشربه ما شاء الله. تقدروا قلت لكم تشربوها، تقدروا تخليوها هكذاك يعني ما تجيكمش ناشفه، تجيكم كيما مسكوتشو عادي. الا حبيتي ترضيها كيما لي باتيسري تشربيها. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله بزاف بغيونط. قلت لكم بالنسبه للشوكولا ذوبوها، ديروا لها مغرف ولا زوج تاع ياغورت شوكولا باش تجيكم بنينه وما تيبسلكمش. هذا ما كان، ما تحتاجش ديرها حاجه اخرى. قصوها مع بعضنا. اللي وصل لهنايا البنات شوفوا كيفاش جاتنا خفيفه. اللي وصل لهنا ما ينساش يدير لي جيم واشتراك في القناه. اذا شفتوا قناتي اول مره وعجبكم المحتوى تهلاو في ربحتكم حبيباتي، ومع السلامه.